اوعى تسترخص وانت بتتعلم اي مهاره، خاصه السواقه. ما بصراحه حرام ادفع كل الفلوس دي عشان اخد كورس سواقه. ما انا شبانه ابن خالتي عنده عربيه سكودا فليشيا تريكواز يعلمني عليها. يا ابني شبانه ده بيمليك السواقه مش بيعلمها لك. يعني ايه يا هندسه؟ بص يا قائد، ان انا اركبك العربيه واقول لك دوس دبرياج، دوس بنزين، سيب دبرياج، ده ما اسموش تعليم سواقه. كده انا اللي سايق بس بايدك ورجلك انت. مجرد ما انزل من العربيه انت هتحتاس ومش هتكون عارف تعمل ايه. لما حد بيجي لنا الاكاديميه بيتفاجئ من كميه المعلومات اللي بيحصل عليها من الانستراكتورز. منهج علمي دقيق ملم بكل تفصيله في السواقه بترتيب مثالي، وحرص كبير على انك تفهم كل حاجه بتعملها ليه وامتى وازاي. بس على فكره شبانه ده شاطر هندسه وبيسوق من وهو قد كده. هو ده السواق؟ ايوه. ضابط دماغه ليه؟ لا ابدا، اصله اتقلب مرتين امبارح. يا عم عارف شبانه سواق وشاطر، ما قلناش حاجه، لكن السواقه وتعليم السواقه مهارتين مختلفين عن بعض. تعليم السواقه بيتطلب منهج علمي زيه زي كل العلوم، يضمن لك